انا معرفش ليه قريش مستقصدة الرسول كده، وحتى المدنيين عايزين يقتلوا الرسول، يعني وصلت لهذه الدرجة. عمير بن وهب اللي رجع من غزوة بدر ونجي بنفسه، بس للأسف ساب ابنه وراه أسير للمسلمين. كان خايف عمير لحسن المسلمين يتأذوا من ابنه والكلام ده، وفاكر يعني ان المسلمين بيأذوا اصلا حد، بس مش مشكلة. المهم بقى انه راح علشان يصلي عند الاصنام عند الكعبة، فلقى واحد اسمه صفوان بن أمية قاعد جنب حجر. الراجل ده هو كان عارفه يعني، فراح قال له عم صباحا، ودي كانت تحية عندهم في الجاهلية زي اهلا وسهلا عندنا كده. فقال له صفوان عم صباحا يا ابا وهب، تعالى نتكلم مع بعض شوية. وفعلا قعدوا يتكلموا على بدر ويتحسروا على خسارتهم حبتين، لحد ما عمير قال تعرف يا صفوان، لولا ان انا عندي ديون كتير وعيال اخاف عليهم من بعدي لكنت رحت وقتلت محمد وخلصت عليه وعلى كل اعماله. وبعدها راح قال بصوت واطي كده وهو بيتوشوش يعني، راح قال له انا ابني على فكرة معاهم اسير، فانا ليا حجة ان انا اروح من غير اي شبهات، اروح اخد الاسير بتاعي وبالمرة اقتل محمد. بس هموت واعرف ايه الشر ده، طب بتسيبوا محمد في حاله، بتسيبوا المسلمين في حالهم، وانتوا خليكوا في حالكم، ده انتوا ناس غريبة. المشكلة الأفظع بقى إن صفوان كان موافق جدا، بل قاله إن النتنة لازم تستغل الفرصة دي وتروح تقتل محمد، وخلي عيالك معايا أنا عندي مال يكفيهم زيادة. وصل الأمر إن صفوان ياخد عيال عمير ويعتني بيهم علشان بس عمير يروح يقتل محمد، شرا كده ترى شرا ترى. عمير قال له خلاص اكتم الكلام ده وخليه بيني وبينك بس. فراح قال له تمام، سرك في بير. راح سافر، واول ما وصل هناك راح المسجد قاصد رسول الله. كان ساعتها بقى مين اللي قاعد؟ عمر بن الخطاب. كان قاعد مع بعض المسلمين عمالين بيحكوا عن انتصارهم في بدر وفرحانين قوي. وسبحان الله سبحان الله كده حاجه من عند ربنا، عمر يبص وراه فيلاقي عمير بن وهب. مش عمير بن وهب بس، ده معاه سيف كمان. فعلى طول راح قال الكلب عمير بن وهب ده اكيد جاي عشان شر. وعلى طول قال للمسلمين اللي كانوا معاه روحوا على رسول الله وخلي بالكم منه، وخدوا بالكم قوي من الحقير عمير بن وهب ده، ان الراجل سمعته زي الفل. جه عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ده عدو الله عمر بن وهب وجاي ومعاه سيف واكيد عايز فيك شر. فراح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخله علي. ابن الخطاب ماسك عمير من قفاه حرفيا، واخد سيفه وراح موديه عند رسول الله. فلما شاف رسول الله ماسكه من رقبته كده وحاجه، يعني ما هو اصلا عمر قوي من غير حاجه، راح قال له اطلقه يا عمر. فاطلقه، وبعدها قال للرسول يعني ابعد عنه يا عمر، فبعد عنه. فيها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ادني يا عمير، ادني هنا يعني ان هو ينزل كانه يقعد على الارض يعني. وقال له انعم صباحك. رسول لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحياتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهي تحية أهل الجنة. فراح قال عمير مش بعيدة قوي يعني عن تحيتنا. ما الذي جاء بك يا عمير؟ راح قال له أنا جيت عشان أنا عايز فكاك ابني الأسير اللي معاكم. فراح قال الرسول فما بال السيف الذي معك، يعني بصراحة جاي يعني تفك أسيرك ومعاك سيف؟ فراح قال له يعني هي عملت حاجة يوم بدر، ما انتوا كسبت واحنا خسرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقني، ما الذي جاء بك يا عمير؟ فقال له والله ما جيت إلا اللي أنا قلته لك. صلى الله عليه وسلم قال حاجة لعمير صدمت عمير حرفيا. قال له إيه؟ بل قعدت أنت وسفيان بن أمية عند الحجر وتذكرتما أصحاب القليل من صراعي قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد، فتحمل لك سفيان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك. راح عمير برق من الصدمة، لأن ازاي محمد عرف كل اللي حصل، هو ده اللي حصل بالظبط، وفعلا راح لسفيان واتفق معاه نفس الحوار ده كله. عمير على طول قال أشهد أنك رسول الله، وكمل وقال إحنا كنا يا رسول الله بنكذب بيك وبنكذب بالوحي اللي بينزل عليك، لكن كلامي مع صفوان ده كان بجد ما بيني وما بينه بس، والله إني أيقنت إن أنت رسول الله فعلا، والحمد لله إني جيت وربنا يهديني الدين الإسلامي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فققوا فهب دينه وعلموه القرآن وسيره. المسلمين قالوا بإسلام عمر بن وهب، لدرجة أن عمر بن الخطاب قال الخنزير كان أحب إلي من عمر بن وهب حيث قدم على رسول الله، أما اليوم هو أحب إلي من بعض أبنائي. لهذه الدرجة حصل التغيير الإسلامي لدرجة إن هو نسي أصلا إن هو يرجع مكة تاني. ساعتها بقى مين اللي كان مستنيه؟ صفوان، مستنيه بتفاؤل قوي علشان ممكن يكون فعلا قتل الرسول، بس لما اتأخر جدا ولحد دلوقتي ما جاش، الراجل صفوان ده قلق وراح بركب وقال ايه انا هروح اسأل عن عمر بن وهب ده لحسن يكونوا عملوا فيه حاجة.
بيسأل ناس كتير ومحدش يقول له ما شفناهوش يعني، لحد ما قابل واحد قال له عمر بن وهب ايه ده أسلم. وأول ما سمع الكلمة دي صوان اتصدم وراح قال ازاي ده لو كل الناس أسلمت عمر بن وهب ما يسلمش أبدا. وهب مستمتع مع الرسول وأصحابه في تعليم الدين لحد ما جه وقال للرسول يا رسول الله لقد غبر علي الزمن وأنا دائب على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كانوا على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني أأذيهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إن هو يروح مكة وأسلم على إيده ناس كتير قوي، فبارك الله في عمرو بن وهب، فهو كان عارف الحق في الباطل بسهولة برضه، يعني كتر خيره. وبس كده خلصت الحدوتة. ما تنساش يشرفني أو اشتراكك، وممكن تشارك الفيديو ده مع حد انت بتحبه، وشكرا.